من جديد. الزلزال الذي ضرب المغرب أخرج التوتر بين الرباط وباريس إلى السطح، ففرنسا لم تكن ضمن قائمة الدول التي وافق عليها الملك المغربي محمد السادس حصول بلاده على مساعدة منها، كما وأن العاهل المغربي رفض استقبال اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. محاولات باريس لتخفيف حدة التوتر بأت بالفشل، إذ بعد إعلان الخارجية الفرنسية عن زيارة مرتقبة لماكرون للرباط، سارع المغرب بالرد على هذه التصريحات بالقول أن زيارة كهذه ليست مدرجة في جدول الأعمال. إذن إلى أين ستصل الأمور بين باريس والرباط في ظل كل هذه الأحداث؟ لنتابع. أرحب بضيفي ينضم إلي من باريس دكتور إيلي حاتم، المحامي والمستشار في الشؤون الدولية. أهلا بك معنا دكتور إيلي. كما ينضم إلي من الرباط الأستاذ مصطفى العسري مدير وكالة ABP إنرجي الإخبارية. أهلا بكما. ودعوني أن أبدأ معك أستاذ مصطفى هذا النقاش لتفسر لنا لماذا كل هذا الغضب المغربي من هذا الغضب من باريس. يمكن القول بأن زلزال الحوز قد زلزل ما تبقى من العلاقات المغربية الفرنسية. العلاقات المغربية الفرنسية شهدت سلسلة من التوترات منذ عام 2020، سواء بالنظر إلى المواقف الفرنسية المبهمة من مغربية الصحراء، بالرغم من أن فرنسا كانت حليفا تقليديا للمغرب سواء في مجلس الأمن أو فيما يتعلق بالعلاقات الكبرى في الدفاع عن مغربية الصحراء. لكن بعد ذلك دخلت إلى مرحلة من الرمادية. بالإضافة إلى ذلك باريس أقدمت على مجموعة من المحطات التي عملت على توتير العلاقات بين الرباط وباريس. وما هي أبرز هذه المحطات؟ نعم، منها اتهام الرباط بالتجسس على هواتف كبار المسؤولين الفرنسيين بما فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون من خلال برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، وهو ما نفاه المغرب. كذلك دفع باريس للعلاقات المغربية الأوروبية نحو التوتر من خلال مجموعة من البرلمانيين اليساريين الفرنسيين الذين دفعوا بمشروع قرار لإدانة الرباط حول حرية الصحافة في المغرب. وبالتالي كانت كل هذه النقط هي نقط لم تنظر إليها الرباط بعين الرضا، دون أن ننسى خطاب ملك المغرب الشهير عندما أكد على أن الرباط تنظر إلى علاقاتها الخارجية من خلال منظار الصحراء المغربية. فإذا كانت هناك هذه الدول تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء وتتفهم موقف الرباط، فإن العلاقات المغربية مع هذه الدول تسير في اتجاه أحسن في مختلف المجالات السياسية، خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي، وهو ما لم تتفهمه باريس التي تزامن خطاب الملك مع الحرب الروسية الأوكرانية، وما أدى إلى حاجة باريس للغاز الجزائري. فكانت قد الرباط أو المغاربة عموما ينظرون إلى أن باريس فضلت الغاز الجزائري على المصالح
مع المغرب. بهذا بعد قليل أستاذ مصطفى ابقى مع دكتور إيلي. استمعت بوضوح إلى ما طرحه أستاذ مصطفى. أحداث كثيرة مؤخرا قامت بها باريس ضد يمكن القول الجانب المغربي. إذا يعني ليس من الغريب كل هذا الغضب المغربي على الرئيس ماكرون وعلى فرنسا. تحياتي لك أستاذة لورين، وإلى الأستاذ مصطفى، وإلى جميع المشاهدين. كما لاحظت من ما تحدث به الأستاذ مصطفى، المشكلة هي نتيجة الخلاف الجزائري المغربي، وهذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجهها العلاقات الفرنسية المغربية. وربما لفهم الموقف الصعب التي تواجهه الحكومة الحالية الفرنسية، وهو خاصة كما تفضل وأشار به الأستاذ مصطفى، المشكلة الرئيسية هي مشكلة الصحراء الغربية. ونتيجة الخلاف بين الجزائر والمغرب حول سيادة المغرب على هذه المنطقة هي المشكلة المهمة التي قامت بهذه البرودة في هذه العلاقات الودية التاريخية الفرنسية المغربية. وربما يجب التذكير بأن ما تعانيه فرنسا هي كأنها بين السطور والقدوم من جهة ثانية، أي هناك ضربة من اليمين أو ضربة من اليسار. إذا أرضت المغرب فستسور عليها الجزائر، وإذا حاولت أن ترضي الجزائر ستسور عليها المملكة المغربية. وربما يجب التذكير أن في فرنسا هناك أكبر جالية متواجدة على الأراضي الفرنسية، وهي الجالية الجزائرية. ثانيا، هناك عدد كبير من الجزائريين الذين لديهم الجنسية الفرنسية، ويعتبر ذلك نوع من الضغط أو اللوبي الجزائري على السياسة الداخلية الفرنسية. وشاهدنا ما حصل للأسف منذ بضعة أسابيع أو بضعة أشهر في المشاكل التي حصلت في باريس والمظاهرات، والبعض كان يقول. ولكن دكتور إيلي، يعني بالفعل كما أنت تتفضل، يعني حاول الرئيس الفرنسي ماكرون وفرنسا المناورة بالفعل بين الجزائر وبين المغرب، ولكن بحسب ما نرى أنه يعني لم يكسب الجزائر، ويمكن القول أنه خسر المغرب في هذه المرحلة. طبعا للأسف، ولكن هذه هي الصعوبة التي نواجهها. فإذا اتخذ اليوم الرئيس ماكرون أي خطوة صرحت الحكومة الفرنسية أو الخارجية الفرنسية حول سيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية، فستثور عليه الجزائر، وستتفاقم هذه المشكلة بين فرنسا والجزائر ربما على الأرض الفرنسية. ولكن أيضا، وهنا الصعوبة، هناك المصالح الغازية والاستثمارات الغازية، وحاجة فرنسا إلى الغاز بعد الأحداث في أوكرانيا أولا. ثانيا، هناك مشكلة أخرى تعاني منها فرنسا حاليا، وهي مشكلة الصحراء الإفريقية وما حدث في النيجر. وربما يجب التذكير أن الجزائر هي على حدود النيجر، وهناك مباحثة تقوم بها فرنسا مع الجزائر حول هذه المشكلة. فلذلك من الصعب جدا اليوم أن تقوم فرنسا بأي خطاب وأي إجراء يرضي فقط المغرب، لأنه يجب أن نكون موضوعيين في السياسة. هناك مواقف تتلائم مع مصالح البلدان. اليوم المصلحة الفرنسية أن تضعف من هذه البرودة العلاقات بين فرنسا والجزائر. لماذا؟ لأن هناك أمور مهمة جدا على هي النيجر، وهي الغاز، وهي الجالية الجزائرية في فرنسا، وهذه الاشتباكات التي نعاني بها، المشاكل التي نعاني.
الفرنسية. أستاذ مصطفى، عودة إليك، يمكن القول أن هذا الموقف للمغرب وللملك المغربي يعني أغضب كثيرا، ليس فقط يعني الإليزي إنما أيضا الفرنسيين، ورأينا أن أيضا الإعلام الفرنسي على غير عادته شن هجوم شرس على المغرب وانتقادات حادة جدا. كيف تنظرون إلى كل هذه الهجمة وهذه الانتقادات؟ يعني بلسان عموم المغاربة كانوا يعانون فقط من يعني جنون بعض وسائل أو جل وسائل الإعلام الجزائرية التي كانت تسير وتأتيها الأوامر من يعني مراكز القرار الجزائرية. لنفاجأ اليوم بأن حتى الإعلام الفرنسي هو إعلام موجه في الوقت الذي كان المغاربة يضمدون جراحهم بتلاحمهم بتضامنهم. يعني الإعلام الفرنسي بدل التركيز على هذه الآلام وعلى كيفية معالجة هذه المحنة، يعني فتحوا ملفات يعني جانبية ليست لها علاقة لا بالعلاقات الفرنسية المغربية بشكل مباشر ولا بالمحنة التي يجتازها المغرب. وبالتالي فإن يعني تناول وسائل الإعلام الفرنسية لهذه الملفات هو من باب يعني من باب أنها يعني المعاناة الفرنسية الحالية في إفريقيا والتراجع التأثير الفرنسي في القارة السمراء. وإن كان المغرب من أكثر الدول التي تعرف تراجعا للهيمنة الفرنسية منذ تقريبا العشرية الأخيرة بفعل الاستثمارات المغربية في إفريقيا، التوجه المغربي نحو إفريقيا. كذلك المغرب قام بتنويع شركائه الاقتصاديين ليس فقط في الاتحاد الأوروبي بل خارج الاتحاد الأوروبي في مع المملكة المتحدة، مع الولايات المتحدة، مع تركيا، مع الصين، مع روسيا. وبالتالي فرنسا لا تريد أن تتعامل، تريد فقط أن تتعامل مع المغرب مع مغرب الستينيات والسبعينيات الخارج لتوه من تحت عباءة الحماية الفرنسية وليس الاحتلال الفرنسي. المغرب كان فقط محمية فرنسية بوجود مؤسساتها العريقة. وفي ظل ما ذكرته، هل يمكن أن نستخلص أستاذ مصطفى من هذا الموقف المغربي تجاه فرنسا أنه لربما يندرج في إطار تغيير المغرب لكل سياسته الخارجية؟ هو المغرب لا يضع الآن كل بيض في سلة واحدة هي سلة فرنسية. المغرب الآن يعتبر أحد أكبر شركاء المملكة المتحدة التي خرجت توها من الاتحاد الأوروبي، كذلك مع إسبانيا. فرنسا كانت إلى وقت قريب هي المستثمر الأجنبي الأول في المغرب، الآن تراجعت إلى الصف الخامس وراء إسبانيا، وراء الولايات المتحدة، وراء إيرلندا، بعض الدول العربية كدولة الإمارات العربية المتحدة. في المقابل المغرب يعتبر الآن هو المستثمر الإفريقي الأول في داخل الأراضي الفرنسية. بالتالي المغرب الآن كما يعني رغم كل هذا التحامل الإعلامي الفرنسي على المغرب، لا ننسى بأن جزء كبير من المؤثرين الفرنسيين سواء كساسة مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أو من المفكرين والفلاسفة الفرنسيين يهاجمون الرئيس الفرنسي على سياسة تجاه المغرب، ولا يتقبلون هذه المقايضة بين العلاقات المغربية والعلاقات الجزائرية لباريس. وبالتالي دعوه إلى أنه لا يمكن المقارنة بين نظام عسكري في الجزائر ونظام ديمقراطي فيه أحزاب، فيه يعني نوع من الحرية، فيه اقتصاد السوق، وهناك يعني استثمارات كبيرة لفرنسا فيه. لا يمكن المجازفة بكل هذه الأمور. وبالتالي الآن ربما الرباط أخذت قرارا استراتيجيا، هو أنها ستجمد علاقاتها مع باريس في أفق عام 2027 موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية وذهاب الرئيس ماكرون. نعم، يعني دكتور إلي، هل يمكن القول بالفعل أن الرئيس الفرنسي هو المسؤول الأول عن كل هذا التراجع في هذه العلاقات؟
أنا لا أقول أن الرئيس ماكرون هو المسؤول عن تراجع هذه العلاقات، ولكن الوضع الذي تقع فيه فرنسا هو الذي أثر على السياسة الفرنسية، لأنني كما قلت لكم أن الموقف الفرنسي صعب جدا، أي لا تعرف من الصعوبة لفرنسا اتخاذ موقف مع دولة ضد دولة أخرى. ويجب ربما التذكير أن لفرنسا علاقات وطيدة مع كلا الدولتين، أي الجزائر والمغرب. وهناك تاريخ كانت الجزائر جزءا من فرنسا، وكانت أيضا المغرب تحت الانتداب الفرنسي، والدولتين هما دولتين تتكلما، أي المجتمع الجزائري والمجتمع المغربي لهم علاقات ثقافية وحضارية مع فرنسا. وكما عبر عنه أيضا الأستاذ مصطفى، هناك عدد كبير من الشخصيات الفرنسية مثل الرئيس السابق سيد نيكولا ساركوزي وغيره قد قاموا بتسكير هذه العلاقات الودية بين الشعبين المغربي والفرنسي، ولكن هناك صعوبة جدا باتخاذ موقف يؤثر على المصالح الحالية لفرنسا. إذا كان اليوم الرئيس ماكرون أو إذا كان الرئيس ساركوزي أو إذا كانت السيدة مارين لوبين تترأس الحكومة والسلطة التنفيذية في فرنسا، فمن الصعب عليها اتخاذ موقف مع دولة ضد الأخرى. ونحن نعلم أيضا أن السياسة الخارجية الفرنسية هي سياسة توازن، ولكن للأسف هناك أيضا بعض الأفراد وبعض القوى الخارجية التي تريد وضع الزيت على النيران، سواء بين المغرب والجزائر وسواء بين فرنسا والمغرب. وكما تفضلتم هناك بعض أجهزة الإعلام في فرنسا التي ليست هي وسائل رسمية، بل هي وسائل تسيطر عليها بعض الاستثمارات الخارجية والأيادي الخارجية التي من مصلحتها ضرب العلاقة التاريخية الفرنسية المغربية. ونكتفي بهذا القدر. دكتور إيلي حاتم، محامي ومستشار في الشؤون الدولية، حدثنا من باريس، شكرا جزيلا لك. ومن الرباط الأستاذ مصطفى العسري، مدير وكالة